فيديو النهارده مختلف شويه عن اغلب فيديوهاتي، وحابب اخدك معايا نسرح جوه خيالي وتفكيري شويه ونتخيل مع بعض يا ترى ايه اللي هيحصل لو برولي كان هو اللي اخد مكان بو ومش فريزا اللي اخد مكانه في بطوله الاكوان. تفتكر كان ايه اللي هيحصل وقتها؟ وبما ان الاحداث اللي بقولك عليها دي ما حصلتش في اي احداث ليها علاقه بالانمي ولا في المانجا ولا حتى اي احداث فيلر زي دراجون بول هيروز مثلا اللي الناس مصدعاني بيه في الكومنتات، في الفيديو ده بقى هعمل لك المانجا الخاصه بينا اللي هيكون فيها برولي هو اللي مكان فريزا. مستعد؟ يلا بينا. هتبدا قصتنا من اللحظه اللي نام فيها بو وبقى الكون السابع ناقص عضو من اعضاء فريقه، وبكده مش هيعرفوا يدخلوا بطوله الاكوان. وهنا جوكو اقترح على بيروس وويس ان هما يرجعوا فريزا من تاني، لكن بيروس هيرفض وهيزعق لجوكو وهيقول له ما تحاولش تفكر تاني، ويطلب من ويس يحاول يدور على حد ياخد مكان بو بدل فريزا. وويس يدور ويلاقي برولي وابوه بارجوس، وهو بيدور كده اللي خلاه يختار برولي بالذات انه لاحظ ان برولي في حالته العاديه طاقه الكي بتاعته اقوى من جوكو وفيجيتا نفسهم، بس الكلام ده في هيئتهم العاديه، وده شيء خلاه يقول لجوكو وبيروس عليه على طول. وقبل ما ياخد اي قرار جوكو سأل ويس عن مكانهم، ولما ويس قال له هم فين بالظبط جوكو دور على قوه برولي وانتقل عنده على طول بالانتقال الآني، ووقف مع بارجوس وبرولي وشرح لهم كل حاجه بقوانين البطوله، وبان الكون اللي هيخسر هيتمحي من الوجود. فهنا برولي بدأ يخاف وكان عايز يحمي الكون وابوه في نفس الوقت، فوافق على طول انه ينضم لفريق الكون السابع. لكن ابو برولي بارجوس كان عنده شرط واحد بس علشان يسيب برولي ينضم للفريق، والشرط ده هو ان بعد البطوله لو كسبوا ياخدوهم معاهم يعيشوا في مكان مأهول للحياه بدل الكوكب اللي هم فيه ده. وجوكو قال له تمام يا معلم قشطه، بس هاتوا معايا بقى. وفعلا برولي يروح مع جوكو، وجوكو اخد برولي ورجع بيه لويس عشان يشوفوا هيعملوا ايه، بس الحقيقه ما لحقوش يفكروا في اي حاجه لان كان باقي دقايق على البطوله، وفعلا ويس نقلهم لهناك بسرعه عشان زينو ما يغضبش من الكون السابع ويمحيهم قبل ما يشاركوا اصلا. والاحداث مشيت زي الانمي تقريبا، جوكو وفيجيتا اقصوا الكون التاسع وكيريلين بطيخه كالعاده وخسر اول واحد في الكون السابع. وجوكو بعد كده بدا يقرب من برولي ويخليه معاه اغلب الوقت عشان يستفادوا من قوتهم مع بعض، وكان ملاحظ ان برولي عنده طاقه كي مهوله ولكن مش عارف يستعملها لان ما دخلش في قتالات حقيقيه قبل كده. وبعدين تظهر كفله انثى لبرولي وتتحدى جوكو، وجوكو يطلب من برولي انه يقعد يتفرج ويشوف جوكو هيعمل فيها ايه، وهو فرصه يتفرج على قتال بين اتنين ساينز ويبدا يتعلم عن نفسه هو كمان اكتر. وسط القتال ده كفله تتحول التحول الهائج اللي هو شعره اخضر، ودي الهيئه اللي مش بتعرف تتحكم فيها في قوتها ولا في تصرفاتها. وهنا برولي يشوف المنظر ده ويتضايق ويضطر انه يتدخل بنفسه علشان يحمي جوكو. وبرولي بدأ يلاحظ قوته فعلا لانه كان في حالته العادية وكان قادر عليها ومش محتاج يتحول. وجوكو قال له طالما قدامك الفرصة طلعها بره الحلبة وما تستناش، ما تضيعش وقت ولا مجهود على الفاضي. وهنا يتدخل هيت ويستعمل قفزة الزمن وينقذها ويتبخروا من قدام جوكو وبرولي، وتمشي باقي الاحداث زي الانمي بالظبط في كل حاجة لحد ما جوكو يقرر يهاجم جيرين. وجيرين عملوا حرفيا جزامة، حتى وجوكو بالعلامة الاولية للغريزة جيرين فرتكو وخلص الطاقة اللي عند جوكو كلها. وفي الانمي اللي لحق جوكو الوقت ده كان فريزا لما اداله شوية من الكي بتاعته. المرة دي بقى اللي قام بالدور ده كان برولي، وبما ان برولي اقوى بكتير من فريزا فحبة الكيس صغيرين اللي اداهم لجوكو رجعت له طاقته كلها على الاخر، وده شيء جوكو كان مستغربه وكان بيحسب برولي اداله طاقته كلها وكان قلقان عليه في الاول لحد ما لقاه عادي ومفيش اي حاجه. وهنا تظهر كفله تاني بس كانت عايزه تخلص على جوكو الاول وبعدين تدخل على برولي، فبرولي سابها لجوكو وقال لك بقى ايه لعب العيال ده ومرناش غيرك ولا ايه. قعد يدور كده يشوف مين عامل مشاكل، راح شاف الارنب ديزبو اللي شبه بيروس شويه ده، وطبعا كان سريع جدا بس على مين؟ ده برولي بقى ما فرقش معاه سرعته خالص واستخدم معاه قوته المفرطه وحرفيا فعص ديزبو، خلص عليه بنفس سرعته اللي بيتحرك بيها. وكان في نفس الوقت جوكو خلص على كفله بالتحول الاولي للغريزه بنفس الكاميهاميها اللي كان عملها قدامها، وكانت قوه تحمله خلصت وبدا يضعف تاني. بس لا المره دي برولي ما ادوش حاجه من طاقته. بعدين الاحداث تمشي شويه وتروح لجوهان وبيكولا او بيكولو، شوف بتقول اسمه ازاي. كانوا بيخلصوا على النميكيين ودول كانوا اخر ناس باقيين في الكون السادس، وبكده
بقى الكون السادس بره البطولة. وبعدين يظهر لنا اندماج جديد غير كفلة، وهو انيروزا، الاندماج اللي الكون السابع كله وقف قدامه. وهنا لما برولي لقى ان الكون السابع كله واقف قدامه ومش قادر عليه، اتنرفز ودخل في طور تحول الاوزارو بتاعه بس بهيئته البشرية، وبضربة واحدة بس طلعه من بره الحلبة وبره البطولة. وبكده الكون الثالث بقى هو كمان بره البطولة. وبعد كده كانت بقى مقاتل كمان من الكون الرابع، وبرولي هايج كده طلعه هو كمان بالمرة. وبكده ما تبقاش غير 2 بس، الكون السابع والكون ال11 بتاع جيرين. وهنا يجي التغيير الكبير في القصة. برولي يطلب من كل الكون السابع يسيبوه يواجه توبو، ودخل عليه دقمشه خلاه مش نافع. وهنا توبو يقرر انه يتحول لتحول حكام الدمار ويستعمل كي الهاكاي. بس على مين يا اخويا؟ على نفسك، ده برولي ولا اثر فيه اي حاجة. اتنرفز ومسك توبو عجنه واقصاه بره الحلبة في ثواني. وهنا جيرين بدأ يتحرك وطلع جوهان وبيكولا بره الحلبة، الاتنين مع بعض في نفس الوقت عشان يخف من عدد اعضاء الكون السابع شوية، عشان عاملين مشاكل في الحلبة، هم مفيش غيرهم ولا ايه؟ وبعدين جيرين يروح على 17 وكان خلاص هيخلص عليه، ولكن برولي ما عجبهوش الوضع، وان جيرين عمال يستعرض عضلاته على الكل ويدخل ينقذه في اخر لحظة، ووقف في وش جيرين. وجيرين يلاحظ ان قوة برولي بدون اي تحول وهو في وضع الاوزارو كده تساوي تقريبا قوة جوكو في التحول الازرق بالكايوكن 20 ضعف، وتحول فيجيتا الازرق الجديد اللي ظهر لنا في بطولة الاكوان، بالانجليزي كان اسمه بيرفكت بلو، بالعربي للاسف مش فاكر. فاتفاجئ جيرين ان قوته لوحده تساوي قوة الاتنين باقوى تحولاتهم تقريبا، لان جوكو كان لسه ما يعرفش يوصل للغريزة بمزاجه. وهو متفاجئ بقى بالموضوع ده يهاجموا جوكو بالتحول الازرق والكايوكن 20 ضعف، وفيجيتا بالتحول الازرق الجديد، وزود عليهم بقى برولي. التلاتة بيهاجموه بكل قوتهم في نفس الوقت. وهنا جيرين يتنرفز وفعلا يقوم بالتلاتة ويوقع التلاتة على الارض بعد ما خلص كل طاقتهم تقريبا، زي ما تقول كده فنشهم، ومش باقي غير انه يرميهم بره الحلبة ويوجه اخر هجوم للتلاتة. لكن في اخر لحظة قبل الهجوم ما يوصل لهم يظهر 17 من تاني ويضحي بنفسه ويمتص الهجوم بالدرع بتاعه. ولما برولي لاحظ انه ضعيف ومحتاج حد يحميه، ده خلاه بيغلي من جواه ويتنرفز اكتر، ويفتكر ان كان ممكن تكون دي لحظة نهايته ونهاية الكون السابع ونهاية ابوه كمان لولا تدخل 17. وهنا برولي يتحول للسوبر سايان لاول مرة ويهاجم جيرين بكل غضب، لكن بما انه اول مرة يتحول فما كانش متحكم في قوته قوي، فكانت الكفة مايلة لجيرين برضه. لكن مع مرور الوقت جيرين يلاحظ ان كل ما برولي بيغضب قوته بتزيد ومش بيتعب، بل قدرة تحمله بتزيد هي كمان، فقرر انه لازم ينهي ده بسرعة قبل ما برولي يوصل لمستوى طاقة يعدي فيه جيرين، وساعتها هيخسر قدام برولي. وجيرين يهاجم برولي بهجوم بكل طاقته الباقية، والهجوم ده من قوته يرمي برولي على طرف الحلبة، وكان خلاص هيرميه من عليها. وهنا اتدخل فيجيتا وهاجم جيرين. جيرين خلص على فيجيتا بسرعة، ما خدش في ايده وقت وطلعه بره الحلبة. وهنا جوكو اتنرفز وكان اتحول للغريزة من تاني، وكل ده برولي مرمي على الارض وبيجمع قوته من تاني. لكن كالعادة جسم جوكو ما يستحملش الغريزة، ويجي وهو خلاص بيخلص على جيرين قوة تحمل جوكو تخلص واستعماله للغريزة يخلص هو كمان، والادوار تتعكس، وكان جيرين خلاص هيخلص عليه. وهنا يطلع دور برولي من تاني، لكن المرة دي كان معاه 17. وهنا يجي دور العمل الجماعي للكون السابع، وزي ما فريزا وجوكو و17 عملوا، برولي وجوكو هم اللي مسكوا جيرين المرة دي. وبما ان برولي في حالته العادية قوته متخلفة وجيرين كان تعبان عشان لسه مواجه الغريزة الفائقة بكامل قوتها، فبرولي قدر يكتفه بكل سهولة، وجوكو كمان راح كمل عليه وكتفه معاه، والاتنين مسكوه ونطوا بيه من على حلبة وسابوا 17 لوحده. وبكده فاز الكون السابع، وبرولي يكون ليه دور كبير في الفوز ده. انت بقى ايه رأيك في كل الاحداث دي؟ لو كان برولي فعلا في بطولة الاكوان تفتكر كانت هتبقى عاملة ازاي؟ لو عندك اي اضافات للي انا حكيته او تعديل اكيد هتقولي عليها في الكومنتات، وخلينا كلنا نستمتع معاك باللي في دماغك.
ولو تلاحظ في تفاصيل عن شخصيات كتير ما ذكرتهاش، بس بما ان اغلبها احداث من تخيلي ما حبيتش الفيديو يكون ممل، وحبيت اركز على برولي عشان هو بس اللي احداثه جديدة. وبس كده الفيديو يكون وصل لاخره. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعل الجرس، وبس يا صاحبي، سلام.